السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس داليا واهلا بيكم فيديو جديد للصف السادس الابتدائي مادة اللغة العربية. النهاردة هنحل أسئلة كتاب الأضواء على القواعد النحوية. الفعل المضارع الصحيح الآخر والمعتل الآخر. عندنا نشاط واحد: يجري اللاعب بسرعة، يشكو المريض للطبيب، ينتصر الجيش المصري على أعدائه. الأفعال الملونة كلها أفعال طبعا مضارع. الفعلان يجري ويشكو ينتهيان بحرف علة. ينتصر طبعا بينتهي بفعل بحرف صحيح. ما نستنتج مما سبق أن الفعل المضارع ينتهي المنتهي بالأحرف ألف واو ياء يسمى معتل الآخر، وإذا لم ينتهي بها يسمى فعل صحيح الآخر. تمام. بعد كده نشاط 2: بدأ اللاعبون المباراة، المهندسون يبنون المنشآت، المعلمان يشرحان ببراعة. الفعل بدأ بينتهي بحرف طبعا صحيح لأن الألف اللي عليها همزة مش معتلة. يبنون بعد حذف الضمير المتصل هتبقى يبني. الفعل يبنون فعل طبعا معتل الآخر إن آخره ياء. الفعل يشرحان فعل صحيح طبعا إن آخره حاء. نستنتج مما سبق أن الفعل المنتهي بحرف ألف يكون صحيح الآخر، وإذا اتصل بالفعل ضمير نحذف الضمير. تمام. يبقى نكتب هنا نحذف الضمير أو كلمة الضمير، وهنا صحيح الآخر. بعد كده الأنشطة. نشاط واحد: ضع خط تحت الفعل المضارع واكتب نوعه. طبعا النوع بتاعه اللي هو صحيح ولا معتل يعني. يقف المعلم في الفصل صحيح الآخر. يرحب المرشد بالسائحين صحيح الآخر. تسعى الأمة نحو التقدم معتل الآخر. يساعد الغني الفقير صحيح الآخر. المجد يسمو إلى العلا معتل الآخر. الناجح يهنأ بأيامه عندنا صحيح الآخر. يختبئ اللص خلف الهضبة صحيح طبعا الآخر. ينسى المهمل واجباته معتل الآخر. بعد كده هنا هنوصل مين صحيح ومين معتل. يهرب العدو من أرض المعركة طبعا صحيح. وتتساقط أوراق الأشجار خريفا صحيح. وعندنا هنا يعالج المسعف يعالج الجرحى برضه صحيح. تعلو راية الوطن معتل. والوالد يربي ابنه معتل. ويرجو الآباء الخير للأبناء معتل. تمام. بعد كده أكمل بفعل مضارع بس صحيح الآخر. خلي بالك إن هو صحيح لازم. تمام. الفلاح نقط البذور. يزرع البذور تمام أو يغرز البذور. نقط البائعة البضائع تنظم البائعة البضائع. الشرطي اللص يمسك الشرطي اللص. الطالب نقط عما لا يفهمه يسأل. الأسرة الضيوف تستقبل أو ترحب. نقط الطلاب في الفناء يلعب الطلاب في الفناء. نشاط 4: عايزين بقى فعل مضارع بس معتل. تمام. خلي بالك ان هو لازم يبقى معتل. نقط اللاعبون خلف الكرة يجري. نقط العمال الأبراج يبني. نقط شأن الإنسان بالعلم يعلو. الرجل نقط الحجر في الماء يرمي. الجد نقط الحكاية يحكي. نقط الذئب ليلا يصحو. بعد كده هات جملة بقى فعل مضارع صحيح الآخر والتانية معتل الآخر. طبعا احنا عندنا جمل كتير جدا ممكن نختار من الأمثلة اللي فوق دي، عندنا كتير. خد أي مثال في الصحيح وأي مثال في المعتل. لو عايز مثلا عندنا هنا الجملة الأولى نكتب يزرع الفلاح الأرض. الثانية يجري اللاعب وراء الكرة. بعد كده نشاط 6: ضع كل فعل في المكان الصحيح بتاعه وكمان هنبين نوعه. عندنا نقط النبات ويكبر سريعا ينمو معتل الآخر. العلماء أعمارهم في طلب العلم اللي هو عندنا يبذل صحيح الآخر. ممارسة الرياضة
تقوي البدن. عندنا هنا طبعا معتل الآخر، بالتعاون يحل الود والوئام، صحيح الآخر. نشاط 7. ضع صح أمام الجملة التي بها فعل مضارع ينتهي بحرف علة، وارسم دائرة حول حرف العلة. يبقى اللي فيها حرف علة بس، لكن اللي ما فيهاش خلاص دي مش هنحط عليها صح. تدعو الأمهات لأبنائهن بالخير، صح، وعندنا نحط دايرة على الواو. الرياضة تحفظ البدن، طبعا غلط أو ما فيهاش يعني. ينهى المعلم طلابه عن الإهمال في الواجب، طبعا صح، وعندنا الياء هنا. تمتاز مصر بموقعها المتميز، طبعا غلط. يجب أن تواظب على الرياضة لا أن تشاهدها فقط، طبعا ما فيهاش أصلا. بعد كده أكمل، عايزين أفعال مضارعة معتلة زي دي. عندنا يفنى هتبينها، تمام. يسعى، يشقى، بس هو عايز 3. رقم ب يسمو، هيبقى مثلا يدنو، يدعو، يعلو. بعد كده رقم ج يلقي، يعني، يعلي، يغني. رقم ب يرمي، تبقى يقضي، يمشي، يسقي. تمام. بعد كده عين اللي هو الفعل المضارع، وهنبين برضو السبب ونذكر نوعه. تمام. السبب ان احنا مثلا في المعتل بنقول ان هو مثلا ينتهي بحرف العله مثلا، ونكتب ايه هو الحرف. في الصحيح ان احنا بنقول انه لا ينتهي بأحرف عله. تمام. يرتقي المجتمع بالعلماء، يرتقي معتل الآخر، هنكتب الفعل المضارع هنا. النوع معتل الآخر، تمام. السبب ينتهي بحرف العلة الياء. يبتغي المؤمن الجنة، يبتغي نوعه معتل الآخر، نوعه ينتهي بحرف العلة وهو الياء. مستوى الطلاب يرتفع بالاجتهاد. عندنا هنا يرتفع، دي فعل مضارع، نوعه صحيح الآخر لأنه لا ينتهي بحرف علة. العاقل يستثمر وقته، طبعا هنا الفعل المضارع صحيح الآخر لأنه لا ينتهي بحرف علة. ضع علامة صح أمام الفعل المضارع صحيح الآخر، خلي بالك صحيح الآخر. تمام. يمسك الطالب الكتاب، صح. تمضي الأيام بسرعة، غلط. يتنبأ المدير بنتيجة الطلاب، صح. العامل يصلح الآلة، صح. يرتوي الزرع بالماء، غلط. الطبيب يدنو من المريض، غلط. تمام. بعد كده نشاط 11، عايزين إعراب كلمة حب الوطن. نكرة بعدها معرفة، يبقى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه مفرد. لأن حب يبقى اسم أن منصوب وعلامة نصبه الفتحة. للوطن، اللام حرف جر، والوطن اسم مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه مفرد. استخراج بعد كده، عايزين ضمير وحدد نوعه. مثلا عندنا لعلهم، ضمير بارز متصل، اسم معرفة بالإضافة، كلمة حب. خبر لفعل ناسخ، فعل يعني ندور على كان واخواتها. تمام. عندنا اللي هو تحرص، النوع طبعا جملة فعلية. تمام. بعد كده عندنا اللي هو خبر شبه جملة الحرف ناسخ. عندنا اللي هو كلمة من الإيمان. تمام. بعد كده خبر جملة فعلية الحرف ناسخ اللي هو تحرص. تمام. بعد كده عندنا فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع اللي هو
يصبحون فعل مضارع صحيح الآخر، عندنا اللي هو يصبحون برضو تمام، وفعل مضارع معتل الآخر عندنا يسري تمام. ممكن في رقم 6 تحرص برضو فعل مضارع مرفوع. بالنسبة لرقم عندنا هنا 3 احنا كنا عايزين خبر لفعل ناسخ مش لحرف ناسخ، فكلمة رجالا تمام، والنوع بتاعها طبعا مفرد. تخير كأن الجندي أسدا تمام، أسد. العلماء أفكارهم متجددة. نوع الخبر عندنا اللي هي جملة اسمية. صوب أصبح اللاعبين ماهرون، هنعكس دول هتبقى اللاعبون ماهرين عفوا تمام. نعتز بآبائنا، الضمير المستتر في الجملة تقديره هو، طبعا لا نعتز نحن تمام. نشاط 12 اعرب. والصدق هتبقى مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مفرد. يحقق الإنسان فعل مرفوع علامة رفعه الضمة. يصبح التفوق اسم يصبح مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مفرد. الاستخراج بعد كده عايزين ضمير. عندنا الضمير اللي هي كلمة يا إما عندك فعليكم حياته، والنوع ضمير بارز متصل. اسم معرفة الصدق، حدد النوع معرف بأل. اسم نكرة عندنا سهلا. خبر لحرف ناسخ من سمات، النوع شبه جملة جر ومجرور. خبر لفعل ناسخ كلمة سهلا برضو، حدد النوع طبعا مفرد. فعل مضارع والإعراب بتاعه كلمة يحقق، إعرابه فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. عايزين فعل مضارع معتل يقضي. طب صحيح عندنا هي كلمة يحقق تاني تمام. صوب الخطأ إن المؤمنون أنقياء، هتبقى المؤمنين. الفتيات عملهم رائع، هتبقى عملهن تمام. نشاط 13 اعرب. وسيلتان، إن القراءة والكتابة وسيلتان، هتبقى خبر إن مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. بالمكتبات الباء حرف جر، والمكتبات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. بعد كده نشر الثقافة نكرة بعدها معرفة يبقى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وصار الكتاب اسم صار مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مفرد. بعد كده استخراج عايزين ضمير متصل. عندنا مثلا زي كلمة معارفه تمام، وبفكره برضو ينفع الهاء. اسم معرف بل المكتبات أو الثقافة أو في القراءة والكتابة وتحتها المعرفة. اسم نكرة اهتماما، وممكن عظيما اللي بعده، وممكن صديقا. اسم الحرف ناسخ عندنا لحرف ناسخ القراءة تمام. الإعراب اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. خبر لفعل ناسخ صديقا، النوع مفرد. جر ومجرور بالمكتبات، فعل معتل الآخر اللي هو عندنا يرقى، اللي هي في آخر السطر دي يرقى تمام. أكمل. الصادق نقط خبر جملة فعلية. الصادق يقول الصدق، يقول الصدق. نقط المتسابق إلى الفوز يسعى المتسابق إلى الفوز تمام. بعد كده اختبر نفسك. السؤال الأول هات المرادف الاستطاعة القدرة. مضاد المجهول طبعا المعروف. الذكاء الاصطناعي يعد فرعا من عندنا علوم الحاسوب تمام.
بعد كده عندنا من أنواع الذكاء الاصطناعي، اللي هو عندنا الذكاء الاصطناعي الضيق والعام، وعندنا الفائق. تمام، مش هتكتب التعريف، اكتب بس الأسماء. كيف تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي؟ هنقول من خلال تحليل المعلومات المتاحة واستخدامها في تحقيق أهداف محددة. بعد كده القواعد: اقرأ نقط ازداد ثقافة، أكمل بأداة نصب. كي نقط الجندي وطنه، فعل مضارع مرفوع. يحب. تمام، والضبط هنحط ضمة على الباء. صوب صوت المنشد عذب، كلمة المنشد معرف بالإضافة، لا هنقول معرف بال ونشيل كلمة الإضافة. صار الطالب مهاراته متميزة، اعرب. عندنا مهاراته مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، لأنه مهارته عندنا تبقى مفرد، والها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. متميزة خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مفرد، والجملة الاسمية مهارته متميزة في محل نصب خبر صار. يبقى كده عندنا هنا الخبر جملة اسمية. أكمل كل جملة بكلمة فيها همزة متوسطة. نقط الأسد في عرينه يزأر. أنا نقط إلى منزلي عائد. نقط الجد منظر الغروب رأى. بعد كده السؤال الرابع عندنا العنوان اللي هو إنجاز رائع. تمام، زمن الحدث عندنا اللي هو يوم الخميس الماضي. الأشخاص عندنا لاعبو الفريقين ومديرا المدرستين ومدير الإدارة التعليمية. تمام، عندنا دي المديرين والفريقين. تمام، وفي مدير الإدارة التعليمية. تمام، وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وانتظروني في فيديوهات تانية كتير. ولو حد عنده اي سؤال تقدروا تكتبوا لي تحت في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.